وسط القصور والفلل اللي كانت موجودة زمان في الزمالك اتبنت أجمل وأفخم عمارة من أجمل العماير اللي اتبنت في الزمن الجميل، بل تعتبر أول عمارة اتبنت في حي الزمالك أو في الجزيرة زي ما بيسموها. ده كمان سموا العمارة دي باسم الجزيرة هاوس. سيبونا بقى تعالوا اما افرجكم على التحفة المعمارية اللي هنشوفها دلوقتي. الجزيرة هاوس أو عمارة اليمني زي ما هم بيسموها في منطقة الزمالك. بص يا سيدي، لحد سنة 1910 كانت منطقة الزمالك كلها قصور وفلل بس، وكانت القصور والفلل دي للمشاهير ورجال المجتمع من السياسة والفن ورجال الأعمال. وفي سنة 1910 بدأ التوسع العمراني في منطقة الزمالك، علشان كده بنوا أول عمارة فيها وهي الجزيرة هاوس، اللي هي معروفة عمارة اليمني أو اللي موجودة في شارع عمارة اليمني. على فكرة الشارع اسمه عمارة اليمني مش عمارة اليمني، عمارة اليمني، اللي هو شارع الأمير إبراهيم حلمي نجل الخديوي إسماعيل من الأميرة جينانار هانم، وهو أخ غير شقيق للملك فؤاد الأول. والعمارة لا تقل جمالا عن القصور المجاورة ليها، والمهندسين اللي بنوا تلك العمارة بنوها على ضرورة مضاهاتها للذوق الراقي اللي اشتهرت بيه مباني حي الزمالك الشهيرة في مدينة القاهرة، واللي عاصمتها الدولة المصرية الجميلة. يعني كانوا بيبنوا زمان العماير عشان تضاهي الفلل والقصور اللي موجودة في المنطقة ديت. ولو حكينا بقى الحكاية من الأول، عايزة أقول لكم إن منطقة الزمالك هي واحدة من أرقى المناطق السكنية في القاهرة، رغم إن كلمة زمالك معناها أصلا العشش المصنوعة من الجوخ أو البوص. وظهر في القرن الخامس عشر جزيرتين منفصلين مكان جزيرة الزمالك. ووقت الحملة الفرنسية ظهرت جزيرة تالتة، وأصبحت الجزر التلاتة اسمهم جزيرة عزار وبولاء الكبيرة ومصطفى أغا. الجزر التلاتة دول اتصلوا ببعض وكونوا جزيرة بولاء في سنة 1830. محمد علي باشا بنى قصر كبير بين المزارع من الجهة الشمالية من أرض الجزيرة، وخصصه للنزهة والاسترخاء. وحوالين القصر ده بنى عشش وأكواخ خشبية للحاشية والحرس الخاص بيه يقعدوا فيها. وانتشرت العشش، ومن هنا اتسمت الجزيرة بالزمالك. ولأن الزمالك كلمة أصلها ألباني معناها العشش المصنوعة من الخوص أو البوص، وفي أقوال تانية بتقول إن سر التسمية بيرجع إلى زهرة الزمالك اللي كانت بتنمو بكثرة على الجزيرة. وتمر الأيام وتيجي الأيام، والخديوي إسماعيل كان واحد من الملوك اللي حكموا مصر، وكانوا بيبعتوا بعثات لنهضة مصر المعمارية في العصر الحديث. ورجعت البعثات دي وعملت حاجة اسمها الجزيرة جاردنز. وللأسف مع زيادة ديون الخديوي إسماعيل بيع هذا التقسيم السكني للاستثمار العقاري على أمل المساهمة في سداد جزء من الديون. واحتفظ المستثمرون العقاريون باسم هذا الحي وهو الجزيرة جاردنز كإحدى أولى المدن الحدائقية. وكذلك حملت شوارع الحي أسماء أمراء الأسرة العلوية. وعمارة الجزيرة هاوس أو عمارة اليمني بحي الزمالك بعد ما تم ترميمها واستعادت جمالها المعماري الذي يعود لعام 1910، وكأنه لم يمر على بناؤها 112 عام. يعني العمارة دي عمرها يا جماعة 112 سنة.
العمارة دي اتصور فيها أفلام ومسلسلات كتير، وكان أقربها مسلسل أحلام سعيدة بتاع الفنانة يسرى اللي هو بيت فريدة هانم. طبعا لو كلنا جبناه أو افتكرنا المسلسل ده، المسلسل كله بالكامل اتصور في العمارة دي وفي حي الزمالك. عايزة أقول لكم إن العمارة بتتكون من 5 طوابق، وليها مدخلين، مدخل شرقي ومدخل غربي، وكمان مدخل جانبي لسلم الخدم، وده هنتفرج عليه من خلال الفيديو. وفي نوفمبر سنة 2021 تم ترميم زخارف واجهات عمارة الجزيرة هاوس بألوان مناسبة للحقبة الزمنية اللي أنشئت فيها وأعيد لها بهاؤها. كمان العمارة بتمتاز بالزرع اللي مزروع حواليها، وكمان بالنظافة اللي هي فيها بصراحة. العمارة جميلة جدا يا جماعة، اللي عايز يزورها يروح يتفرج عليها. جميلة نظيفة، مهتمين جدا بمدخلها وبالزرع اللي موجود في البهو بتاعها أو المدخل بتاعها. وهو زي ما احنا شايفين وبنتفرج عليها. وكمان موجود فيها 2 أسانسير، في كل مدخل أسانسير. يا رب تكون جولتي عجبتكم في عمارة الجزيرة هاوس أو عمارة اليمني زي ما هي معروفة. وما تنسوش إن أسرار وحكايات وسط البلد معايا أنا مولي الحشاش، وأشوفكم في جولات جديدة. باي باي.